سالي واش راكم؟ جيسبر راكم كامل صافا. اليوم جيت وجبت لكم هذه الوصفه حصريه للبرد وفصل الشتاء. مرقه حمص بيضه بالكرعين. قبل ما نبداو فيها ما تنساوش ديروا ابوني في القناه، جميع لا فيديو تخليو لي امتي كومونتير. ويلا نروحو نبداو نوجدو فيها كيف كيف. اول حاجه هنا عندي هاد الكرعين شوطهم وغسلتهم بالماء والصابون مليح مليح ونحطهم في ماء وقارص باه تتنحى منهم الريحه. واذا جبتوهم من عند الجزار يكونوا بيض شوطهم شويه باه تدير فيهم لا كولور وتتنحى لهم الريحه. وحطوهم بعدا في الماء والقارص. قلت لكم باه تتخلصوا من الرائحه نهائيا. هنا عندي حمص مرنخ ليله كامله في الماء بهذا الشكل. راح نصفيه وعندي ان بول هنايا تاع حمص ولي زيبيس. عندي كمون بابريكا كركم وزنجبيل زيت وفلفل الكحل وبيان سور الملح. حطيت الحمص تاعي مع الكرعين في لا مارميت بهذا الشكل وراح نبيسيه. قلت لكم ملح فلفل الكحل كركم على جال لا كولور شويه زنجبيل كمون وكميه قليله من الكزبر وان بوكي غارني. ودرت قيس زوج مغارف كبار تاع الزيت. لحت هنايا رحيت البصله والثوم مليح. راس بصله زوج ريوس بصله وقيس راس صغير تاع ثوم. درت كميه قليله من الماء. فوالا خليت لا مارميت تاعي تتقلى ومرقتها بما سخون وراح نخليها طيب. هنا الكراعين تاعي راهم طابوا نحيهم ونشوف الحمص لا كان طاب نطفي لا كان هنا تاعي مازال سي بوغ صا راح نزيد له شويه وقت. هنا راه ما كي حتى الحمص تاعي طاب شوفوا. راح نروح نحطهم في لو بلا دو سيرفي. غادلت الكرعين بهذا الشكل. زدت فوقهم الحمص وشويه تاع لاصوص ودرت لهم اون بتيت ديكوراسيون بحشيش مقطع رقيق. شوفوا الكرعين كيف راه ما كي طايحين زبده. شوفوا طايبين على الكيف. في الاخير جيسبر راح تجربوا الوصفه هذه وتستمتعوا بها وبلذتها. كما قلت لكم راهي كي وصفه سبيسيال للبرد ما تصلحش خلاص في الصيف. في الاخير جيسبر تكون عجبتكم وما تنساوش ديروا ابوني في القناه جميع لا فيديو تخليو لي ان بتي كومونتير. وباي باي على بروشين فيديو ان شاء الله.